السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديالي ونبداو بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم على الحبيب. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اكله خفيفه ظريفه للعشاء ولا الغداء ولا حتى فطور رمضان او السحور، فكتجي لذيذه وبنينه سهله ومكونات اقتصاديه وموجوده في كل بيت، وكتوجديها على حسب الذوق وعلى حسب المتوفر عندك. ونبداو على بركه الله بالمكونات والطريقه في نفس الوقت. فانايا عندي بطاطا اللي قطعتها على شكل فريت، يمكن لكم تقليوها ولا توجدوها في الفران. فانايا قليتها لضيق الوقت، قليتها. هنايا عندي بصله متوسطه الحجم اللي شلطتها وشحرتها مع شويه الزيت والملحه على هذا الشكل هذا. في نفس المقله شويه الكفته حتى هي مقومه كنشحروها. من بعد كندوزو لصوص بيشاميل، زبده الحليب والفوز، طريقه معروفه. الا بغيتوها يمكن لي نشاركها معكم في شي فيديو اخر. فكنوجدوه وكنحصلوا على النتيجه اللي هي هذه. ضروري ما نسمو شويه الملح والابزار. وهنا عندي شويه الفرماج احمر اللي كنحكوه في حكاكه غليظه وكنحتفظوا به حتى هو جانبا. كناخذوا القلاص ديالنا وكنديروا شويه ديال لاصوص بيشاميل في كاول حاجه كطبقه اولى. من بعد كنديروا الفريت ديالنا كطبقه ثانيه. كيف ما قلت لكم يمكن لكم توجدوها في الفران، الا بغيتوا تفادوا القليان في الزيت يمكن لكم طيبوها في الفران. من بعد كنضيفوا الكفته، وهنا يمكن لكم ديروا الكفته ديال لادان، ديال الدجاج، ديال اللحم احمر. يمكن لكم ديروا السوسيس اللي كان متوفر كتخدموا به، طريفات ديال صدر الدجاج اللي كتوفر كتخدموا به. وكتجي اي حاجه من هذا درتوها كتجي لذيذه وكيجي المذاق ديالو زوين. ومن بعد كنديروا البصله ديالنا اللي شحرناها في شويه الزيت والملحه. فهذا هو السر ديال اللذه ديال الكوزامي. فكتجي هذه البصله كتعطي واحد المذاق اللي خطير، كتبننها بزاف. فجربوها وردوا عليا الخبر. بزاف اللي كانوا كيديروها بلا بصله، ولكن جربوها بالبصله فغادي تعطيكم مذاق اللي زوين بزاف. من بعد كنضيفوا صوص بيشاميل كنوزعوه على الوجه ديال الكوزاميه ديالنا. كآخر إضافة كنديروا الفرماج من الفوق، كيجي هو كآخر طبقة. وكندخلوها للفران ديالنا حتى كيذوب الفرماج. وإذا بغيتو تخليوها تتغاتينا حتى كتحمر من الفوق يمكن لكم، ولا بغيتو غير تذوبوا الفرماج وتخرجوها. فأنا هكا كندير لها، كيعجبني صراحة الفرماج غير يذوب ونخرجها ما كنخليهاش حتى كتحمر من الوجه. وكلها على حسب الطريقة ديالو والذوق ديالو. وهذه هي الكوزاميه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران. كيف قلت لكم غير داب الفرماج وخرجتو. يمكن لكم تخليوه يتحمر هكا من الوجه شويه. ان شاء الله الوصفه اليوم تكون خفيفه ظريفه وتكون نالت اعجابكم. ونخليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنساوش ديما تدعمونا بجيم بارطاج، والى فيديو مقبل ان شاء الله.